حد جريل، يلا. هوبا، ها. ابراهيم، ابراهيم. ايه، يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك، يلا. ها. هوبا يا شيخ حسن. يلا زاهر. مش هقدر مش هقدر إيه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش، انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطري يا باشا. انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر. ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معايا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك. تخلص شغلك وتستنانا في الجراج تحت. ها؟ اوكي. زاهر، افتح باب السطوح. حاضر 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 يا باشا.
ايوه زاهر، احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنه. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. ايوه زاهر، احنا قدام الباب الحديدي اللي بيودي على الممر بتاع الخزنه. حاضر حاضر يا باشا. دي أشعة الليزر. محدش يتحرك إلا بإشارة مني. الأشعة دي لو لمست أي حد هتخلص عليه في ثواني. يخاف يا الطف لا تجيب مني بخاف. يا زاهر، زاهر، احنا في الكوريدور والأشعة داخلة علينا. حاضر حاضر حاضر.
بسرعة زاهر. يلا يا زاهر بسرعة. حاضر حاضر حاضر. زاهر زاهر. ناجي باشا، ناجي باشا، في حد طالع على السلم، في حد طالع على السلم. زاهر يا زاهر. زاهر قفل الجهاز. الانكور مسكوه يا باشا. محدش يتحرك من مكانه. לכל היחידות לחזור שוב ומיד למקום הפיצוץ. ناجي باشا، ناجي باشا، سامعني؟ أنا سامعك يا زاهر، الليزر جاي علينا. ماشي. يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر. خلاص خلاص يا باشا. عبد جليل يلا اشتغل. أمر كبير. لو قراك لهم بعدوني مش يهم يساحق لتانو
משחק ילדותי. אבל בצורה כהתשת קשה. אני מדבר איתך ממקום הרוע הזה. تمام يا كبير. سهر، افتح باب الخزنة. حاضر. حاضر يا باشا. يلا. شايفين المنظر؟ أحلى منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. يلا بسرعة، لازم يبقى بره البنك في أقل من 5 دقايق.
زاهر انزل على الجراج، احنا خلصنا ونازلين. يلا. احنا مش جايين نقتل. يلا. معطو سكن בודקים את המקום. ומה אתה עושה בו? לך לסרק את הצד השני. מה שהוא שמע משהו לא טובעי. בסדר מפקדת. זוז. من هنا لغزة تلت ساعة، ومن غزة لرفح 10 دقايق. في رفح نعبر النفق، يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعانا الفلوس دي كلها. والطريق ده امان يا باشا؟ شوف يا زاهر، الفلوس اللي معانا دي تأمن أي طريق. في عربية قطرانة من بدري يا باشا، شكلها كده أمن. اهرب منها يا إبراهيم. ماشي.
ابو شعلان، ده ابو شعلان يا جماعه. ابو شعلان يا ابو شعلان، انت خليتنا كنا هنقطع الخلف يا ابو شعلان. الطريق مقطوعة يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد، وهالحين الأمن كله مستنفر ومش رح تقدروا ترجعوا غزة الليلة. مش هنقدر نرجع يعني ايه؟ واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب. ما فيش قدامكم إلا طريق واحد. اي طريق مش مهم. تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفوله برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبة كتير محدش يعرفها إلا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعال وراي. شوف يا ناجي بيك، هلا رح تطلعوا كلكم من على الجبل هذا ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلو متر بالضبط. لما تمشوا هال6 كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الأراضي اللبنانية، وأنتم ماشيين رح تلاقوا في استراحة متواضعة بيقعد فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا أرجيلة. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له إنكم من طرف أبو شعلان، وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت، وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابو شعلان. نحن أخوة، وبين الأخوة ما في شكر. تهامي، أمر يا باشا. هات شنطه فلوس. تحت أمرك يا باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك يا ابو شعلان، اديهم للحاجه فاطمه توزعهم على اسر الشهداء واللاجئين اللي في غزه، والناس اللي ماشيه في الشوارع مش لاقيه مأوى، والناس اللي قاعد عشان الحصار الاسرائيلي. مش كده يا اولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها. هو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير. توصلوا بالسلامة. يلا يلا يا أولاد. الله معكم. يا ابني بتبلبع ايه؟ ده منوم 550 مللي، تاخد واحده تنيمك 4 ساعات وتلت. امسك خد عشان اصحى الاقي نفسي على طول في مطار القاهره، اصل انا بترعب من الطيارات. زاهر انت ما بتترعبش من ايه يا حبيبي؟ خد جرب واحده. لا مش عاوز يا ابني واحده عشان تصحى تلاقي نفسك في مصر. لا نفسي في مصر ايه يا عم؟ انا محتاج دماغي دي، انا ورايا مشاريع لسه عايز اقعد اوضب فيها. بقول لك ايه يا عبد الجليل، انا بفكر اول ما انزل القاهره اشتري اسهم في البورصه. بص يا ابراهيم، بص الولايه الكبيره في السن دي، الاجنه دي، بص لابسه حته دين قميص فسكوز ما اقولكش نضيف تشم منه ريحه الصابون. ناس عايشه ومدلعه نفسها يا عبد. والله العظيم 3 لما اروح هجيب حته فسكوز زي دي لام الغوالي. ده هيبقى شكله زباله على امك. جرى ايه يا ابراهيم؟ الله ضم عبد الجليل يا ابراهيم، ام الغوالي يا ابراهيم، مالك في ايه؟ الله ايه اللي جرى يعني؟ ده المقص اللي هم بيطهروا ضفيرها كده بالدنيا وما فيها. يعني ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ بقول لك يا ابراهيم ما تخش انت في الحتت دي،
عارف يا شيخ حسن؟ صدق انا الله كان نفسي العظيم. كده اخش على الابن كده بايديا حاجه، يعني اخش بفلتكور، ببرموطه، بسكريكس كده، اي حاجه كده اخش عليها يا بيها. عبد الجليل، الحجه اللي انت هتحججها لها دي بالدنيا كلها، دي ثوابها وثوابك عند ربنا كبير قوي. ربنا يسمع منك يا شيخ حسن. بقول لك ايه، رضا الام من رضا الرب، ربنا يبارك لك فيها يا شيخ. يا رب. اسمع يا عبد الجليل، السوق الحرة في مصر فيها كل حاجة، إن شاء الله لما نوصل بالسلامة بخطف لها أي حاجة من السوق الحرة. ها؟ هجيب لها قروستين اجنبي، برضه تنضف صدرها. هي بتشرب ايه؟ قص. ربنا يخليها لك يا رب. بص بقى، قبل ما احط اللقمه في بقي، ايه الموضوع اللي انت مأجله من اول ما اتعرفنا على بعض وكل ما اسالك عنه تقول لي بكره لما نوصل مصر؟ ادينا بكره هنوصل مصر، ايه الموضوع؟ بص يا كاميليا، أنا كنت بشتغل ملحق إداري في سفرتنا في تل أبيب. قعدت 4 سنين هناك. من أول يوم حطيت رجلي في تل أبيب لا هتتحرك! الطائرة محذوفة الآن! Nobody move! Nobody move! الزموا مقاعدكم! الزموا مقاعدكم! الزموا مقاعدكم! الطائرة محذوفة الآن! This plane is hijacked! Don't move! Nobody move! السيدات والسادة، جاءنا هذا الخبر العاجل. قام 5 من المسلحين يحملون الجنسية الصومالية بخطف الطائرة باترفلاي وهي متوجهة إلى القاهرة قادمة من أربيل، وعلى متنها حوالي 70 شخصا من جنسيات مختلفة. وقد ورد إلينا الآن أن المسلحين ال5 قد أرغموا طاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على تغيير مسارها والهبوط بها في مطار نائي يبعد عن العاصمة مقديشو بحوالي 25 كيلومترا، حيث كان في انتظارهم جماعات مسلحة تابعة لهم ومتواجدة على أرض المطار بشكل كثيف. وقد شوهد المختطفون وهم يقتادون الرهائن إلى حافلات تابعة لهم والتي غادرت المطار بسرعة إلى الصحراء، في وقت لم تستطع السلطات الصومالية التي طوقت المطار من العثور عليهم. وسوف نوافي حضراتكم بالتفاصيل بعد قليل.
أعلنت جامعة الضمير الإنساني الصومالية مسؤوليتها عن خطف الطائرة باتر فلاي، والتي كانت متوجهة إلى القاهرة ليلة أمس من أربيل. وتطالب الجامعة الدول التي تريد الإفراج عن رعاياها المحتجزين كرهائن بدفع فدية $1,000,000 أمريكي عن كل رهينة. والجدير بالذكر أنه كان يوجد على متن الطائرة 20 راكبا أمريكيا و4 فرنسيين و3 من الصين و9 من الألمان و7 من الإنجليز و8 من المصريين وفلسطينية وفلبينية واحدة. من جانبها ناشدت السلطات المصرية المختطفين بضبط النفس وحسن معاملة رعاياها، ولا تزال المفاوضات جارية للإفراج عن الرهائن. يا ساتر يا رب، ايه الاكل ده؟ ما هو بياكلونا من نفس الاكل اللي هم بياكلوا منه، علشان اللي يخرج من هنا يبقى يقول للعالم عن حاله البؤس اللي هم عايشين فيها. انا حاسس الاكل ده عباره عن صياديه سحالي على براس. دي حلوه حلاوه يا كبير، الحمد لله، بس يا رب تسد جوعك. انت محسسني كده زي ما بكون بتاكل مهلبيه، يعني جاتو. ايه ده؟ احنا فين؟ في الصومال. فين؟ في الصومال. الصومال؟ الصومال؟ بس ما فيش حاجه، ده واد عبيط، ما فيش اي حاجه خالص. احنا في الصومال ليه؟ جينا ايه؟ هيكون ليه يعني؟ جايين نعمل سفاري؟ اديك شايف السلاح والدنيا اللي احنا متنيله بنيله. ما تفهموا يا شيخ حسن.
نحن لسنا أشرار. We are not bosses. ولسنا إصابة مجرمة أرادت قطفكم وقتلكم. You are not a gangster wanted to hijack you and to kill you. ولسنا لصوص أيضا. We are not thieves. بل نحن ضحايا. لو سمحت، واللي بتعملوه فينا ده بتسموه ايه؟ ما صلى على النبي، صلى على النبي. في كده معقول؟ عندي اصلا وليه مجنونه، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. أنتم تعتقدون أنكم مخطوفون. You think you are under our control. ولكننا في هذه القرية النائية المختطفون. But in this poor village, we are your hijackers. ملقى بنا في العراء لنموت من الجوع والأوبئة والعالم لا يشعر بنا. We are suffering there in desert, and the world cannot hear us. وأنتم هنا الآن ليسمعنا العالم كله. And you are here now, the world to hear us. لقد طلبنا من حكومة دولتكم أن تدفع مبلغ $1,000,000 للإفراج عن كل واحد فيكم. We ask your government to pay $1 million for every one of you to let you go. ونحن بانتظار الرد. And we are waiting the answer. هو بيقول ايه يا كبير؟ بيعزمنا على فرح بنته واخرس خالص. والله اكلهم حلو يا عبد الجليل. الواحد ابتدى يستطعمه، هو بس مش شطشط شويه. ها؟ هو احنا هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل ايه في ايه؟ في الفلوس في الشنط والشنط على الطياره. شنط الطياره كلها بياخدوها يتحفظوا عليها وتتحط في الامانات. ان شاء الله لما نخرج من هنا بالسلامه هنلاقيهم زي ما هم. دلوقتي بقى ناجي باشا، انا عايز اعرف حاجه، احنا ايه اللي مقعدنا هنا؟ ما ندفع الفديه ونخلص. ايه يعني $1,000,000 لكل واحد؟ اسكت يا زاهد اسكت. لا انا مش هسكت بقى، انا مش عارف ايه اللي جابني المشوار المهبب ده، انا مش عارف ايه اللي جابني، ايه اللي جابني المشوار المهبب ده، ايه اللي جابني ده، انا مش عارف ايه اللي جابني. بقول لك اسكت، هتودينا ازاي؟ اسكت. ما فيش حاجه، دي اصلا حاله عصبيه بيجيله قبل ما يخش الحمام. هو دايما ساعه ما يخش الحمام تجيله حاله زي دي. ليه؟ لان هو كان متعود ان امه دايما بتخش معاه الحمام لغايه دلوقتي، بس فيا ريت تبعتوا تجيب والدته عشان يعرف يخش الحمام. ها؟ صح. What is your name? Wati, أنا اسمي واتي. تتكلم عربي؟ نعم ماستر، أنا أعرف لغة عربية. تعرفي لغة عربية واطي؟ نعم. انت كنت مسافرة مصر تعملي ايه يا واطي؟ أنا أعمل لي حاجة خديجة. تعملي عند الحاجة خديجة؟ نعم. دي مصرية؟ لا، هي سعودية. سعودية. وايه اللي مسافرك مصر لوحدك يعني؟ هي ستذهب إلى مصر بعد يومين. هناك هي تسكن في فيلا، لكن أنا أذهب قبلها لتنظيف فيلا. دلوقتي الحاجة خديجة هتروح تلاقي الفيلا مش نظيفة، هتطين عيشتك. هي لا تصدق أنني مكتوفة. هي تقول دائما أنني كاذبة. لازم أحد منهم يقول لحاجة خديجة أنا مكتوفة.
خلاص ولا يهمك. ان شاء الله قبل ما نمشي من هنا هكلم الزعيم بتاعهم يديك ورقه من انت كنت مخطوف. ها ياتي واتي واتي. Good morning, sir. We have the money. فين الامريكان؟ Where is the American? انتوا احرار، يلا. So you can leave. You are free now. You are free. Go. يلا كفاره عقبالنا. انتم السابقون ونحن اللاحقون. الامريكان دفعوا الفديه وجم ياخدوا الرعايه بتوعهم. فلوسهم حضر الامريكان دول. يا سيد أشادة، بعد اذنك يعني انتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم ان في رهائن مصريين عندكم هنا ولا انتوا نسيتوا؟ بعتوا وطلبتوا برضو $1,000,000 على كل واحد فينا؟ بالتأكيد. على خيرة الله، على خيرة الله. هو تلاقي بس الحكومة تعمل مشاورات مسألة تلاقيها وصلت لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة عمل لجنة واللجنة عملت طبعا لجنة تانية، بس كان في اعتراض تلاقي مثلا لأن عندنا اللجان يعني شوية، بس هيوصلوا الحل إن شاء الله، مش هيسيبونا يعني بإذن الله. ف يعني مش أنت بتبص على إيه؟ بتبص على إيه؟ الراجل واقف وأنت متنيل على عين أهلك ومخطوف. بتبص على ايه؟ اصل الحبايه السمراء دي بيبقى لها طعم تاني خالص. مين؟ الحبايه السمراء. حبايه السمراء ايه؟ حبايه السمراء ايه؟ Bonjour, monsieur.
الله. فين الناس الفرنسيين؟ So where is the French people? انتوا احرار يلا. So you are free now. Go. مع السلامة مسيو فيردون. نشوفك في ظروف أحسن إن شاء الله. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي منال. باي باي. الفرنسيين دفعوا الفدية. تلاقي الدنيا كانت مقلوبة على الناس دول هناك. ده ساركوزي ممكن يتشال فيها. من فضلك يا حاج لو سمحت يعني ما فيش حد اتكلم من مصر؟ لا. ولا ادولك رنة؟ ايه؟ رنة؟ لا. هما هيكلموك بس اصل الشبكة عندنا ساعات بتقع، مرات كتير تقع يعني. وقد قام الاتحاد الأوروبي بدفع الفدية لكل من الرعايا الإنجليز والفرنسيين والألمان، وتم الإفراج عنهم ووصلوا إلى ذويهم سالمين. وأكد مصدر مسؤول أن الصين قد أرسلت من يتفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية في صورة بضائع صينية ترسلها الصين إلى الصومال للإفراج عن رعاياها الصينيين المختطفين بالصومال. مستر ناجي أنا سأذهب مع سلام. والله بنت حلال حاجة خديجة، شوفي جاية من آخر الدنيا عشان تدفع لك الفدية. أصل كمان في أزمة شغالين الأيام دي. إن شاء الله أنت ستخرج من هنا بسلام. مع السلامة. مع السلامة، كل شيء بأوان. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بقول يا حاج ما حدش يتكلم من مصر. لا. أصلهم ممكن يدفعوا لك بالتقسيط، ده نظام عندنا يعني. ايه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من ايه؟ أول مرة في حياتي أشوفك متضايق. أصل دي أول مرة يجي وما يجيبش أجوجة معاه. ما يجيبش مين؟ أجوجة. أجوجة مين؟ بنته. هي بنته اسمها أجوجة؟ اه. وأنت عرفت اسمها منين؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجارة مع الحرس فحكالي على كل حاجة. تشرب سيجارة مع الحرس؟ سيجارة؟ طيب امشي من قدامي. ايه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجارة.
خلاص صفصفت علينا احنا. كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي، خيلتني. ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى عشان ما ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا ندفع الفديه ونخلص. احنا معانا فلوس كتير قوي، حد منهم يجي معانا المطار نديله الفلوس ونمشي. نعم يا اخويا، واحنا كنا شفنا الويل ده كله عشان في الاخر نديها لدول. عليا الطلاق ما ندفع ولا مليم، وبعدين احنا ما نتثبتش في اي حته، كده سمعتي تتهز في المنطقه. اصبر اصبر يا زاهر، اصبر. مصر مش هتسيبنا. اذا كان الحاجه خديجه جت دفعت الفديه وخدت الشغاله بتاعتها، انت عارف بس في مصر الاجراءات بتاخد وقت شويه. تاني يعني الفلوس ولا حياتنا؟ لو كنا سالنا نفسنا السؤال ده من الاول ما كناش عملنا اللي عملناه. ناجي، فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا ده اصل يعني زاهر جات له حاله عصبيه، خايف ينام يصحى يلاقي نفسه في الهند. استعدوا، سيتم الإفراج عنكم. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. بقول لكم ايه يا جماعه، انا بفكر افتح قريه في الساحل الشمالي واسميها اجوجا بيتش. ايه رايكم تخشوا معايا شركاء؟ ايه رايك يا تهامي تخش معايا؟ لا معلش يا عريس، ابعدنا انا عن السياحه، ما بفهمش فيها. خلينا انا في الجيم، انا هعمل اكبر جيم في الشرق الاوسط. بقول لكم ايه، ما تخشوا معايا في المول الاسلامي اللي انا هعمله ده. دي حاجه رزقها حلال وربنا هيبارك لنا في الرزق ده. ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ عول وكرة سايحه، مالكوا كده في ايه؟ يا جماعه ما فيش غير المطاعم بتاعت الفول والطعميه هي اللي بتكسب اليومين دول. انا اول ما انزل على طول هقوم فاتح مطعم للفلافل واسميه فلافل ام الغوالي، واقوم جايب ام الغوالي ذات نفسيتها قاعده على الكيس تلم الغله. والله محدش فيهم خالص فكر في التكنولوجيا كده خالص. انا هعمل مول كمبيوتر وسوفت وير على اعلى مستوى. اعلى مستوى ايه؟ بقول لك ايه يا حسين، خش انت معايا شريك. لا يا عم افتح لنا، انا خلاص لقيت الشريك اللي كنت بدور عليه. نحنوح قوي نحنوح قوي، ما انا كمان لقيت شريك يعني.
ايه يا عبد الجليل؟ ايه يا عبد الجليل؟ انت تعبني ما تيجي تقعد هنا، عايز تيجي تقعد هنا؟ بس بقى يا اخي، بس بقى عرفتنا بقى، عرفتنا بقى، عرفتنا بقى. بس لا ايه ده؟ ايه هموت خلاص انا عرفتها لسه جايباها من على الشجره ولا كانت مختفيه. كان بقالي يومين لا سايبها البيت. سكرة موس. الشنط اهي يا باشا. انا بقول لك يا كبير، ما يكونش حد هبق عليها وفتحها ولا حاجه. والله العظيم الناس دي ربنا يبارك لها ويبارك فيها. الشنط وصلت ومحدش لمسها، هي دي الامانه يا جماعه. ما الطيارات لما بتتخطف الشنط بتتحط في مخزن الامانات وبتتقفل عليها بالشمع الاحمر، لا يمكن تتفتح ابدا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. استنوا. خير يا باشا، في حاجه؟ الفلوس دي مش هتروح مصر. الفلوس دي هتستنى هنا للناس اللي محتاجينها. انت بتقول ايه يا باشا؟ تستنى فين؟ هنسيبها للناس اللي بتموت من الجوع، هم اولى. ايوه يا كبير، ما هو لا مؤاخذه برضه مصر فيها ناس برضه بتموت من الجوع. بلدنا برضه فيها خير يا عبد الجليل، محدش فيها بينام من غير عشاء. لا انا ماليش دعوه بقى بالكلام ده خالص. ده مش قرارك لوحدك يا باشا، ده احنا كلنا شركاء. عايز تتبرع بفلوسك انت حر. هذه غنيمتنا يا باشا، والغنيمه حلال. ازاي يا باشا نفرط في الفلوس بعد الشقه اللي احنا شفناه ده كله؟ ده احنا متنا. بعد كل البهدله اللي بهدلناها والتعب اللي تعبناه يا باشا، عايز نسيب فلوس؟ نسيب حقنا؟ اسف يا باشا. صحيح يا باشا، كنت طالع العمليه دي ومش فارق معايا الفلوس، بس دلوقتي الفلوس تحت ايديا واقدر احقق كل احلامي. ليه عايز تحرمنا منها؟ لو طلعتوا بالفلوس دي الطياره انا هبلغ عنكم. بحبك يا ناجي. اسكت انت اللي بوظت دماغه من ساعه ما شاف. بلاش تورك لسان يا ابراهيم. انت فاكرنا ايه؟ لعبه بتحركها بايدك تقول لنا نسرق رجعوا الفلوس نرجعها؟ الفلوس دي مش هتتحرك من هنا. انا على جثتي لو فرطت مليم واحد. انا كمان استحاله افرط في مليم بالفلوس دي يا باشا. هيبقى جواز ولا شغل ولا فلوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جماعه ده شيطان ودخل بينا. خلاص يا باشا، خد جزء وسيب لنا الباقي. انت اكتر واحد عارف ظروفنا، ليه عايز تعمل فينا كده؟ الفلوس لو طلعت الطياره انا هبلغ عنكم. ناجي بيه معاه حق. الفلوس دي لازم تروح للي احق بيها مننا. هي النسوان اتجننت يا جدعان ولا ايه؟ الله ما تخوش على بنتك يا حسام. اسكت انت لما الرجاله تتكلم. لسانك انت اهو، ما عادش له دعوه بيها. جريان ضال، انت فاكرها لعبه؟ انا ظروفي زي الزفت في مصر، هتصرف عليك منين؟ حسام، يا انا يا الفلوس. انا عارفه ان المبلغ كبير جدا، بس انت احسبها كويس قبل ما تاخد قرارك. انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر. واكيد الفلوس دي كان ممكن تحقق لكل واحد احلامه اللي كان بيتمناها. بس في ناس هنا مش قادره تحلم، مش لاقيه الحلم، طاحنهم الجوع والفقر والمرض. اعتقد ان الفلوس دي ممكن تحل لهم جزء صغير من مشاكلهم. انا عارف ان القرار صعب، وانا واثق فيكم، وعارف ان جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبه.
اخترت نضال يا باشا. انا معاك يا باشا، حتى الواحد ما يامنش على نفسه والفلوس دي كلها معاه. بقول لك إيه يا باشا، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا، وهي صدقة كبيرة تمنع بلاوي كتير. ده خيرك عليا يا باشا، انا غلطان، انا معاك يا باشا. انا كنت عايز احجج امي يا كبير، اصل انا كنت نادرها يعني. هنحججها لك يا عبد الجليل. يعني انا اللي هطلع ندل في الاخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظوره من الاول. كل الفلوس رايحه لاهلي، كلمه في شقه في عربيه بالجزم. اوعى كده لما ابوس الباشا. تتعود ان شاء الله. جمالية، انا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش الناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول. ها؟ انا عارفه هوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة. بقول يا ناجي باشا، هو احنا خلاص كده مش هنشوف حضرتك تاني؟ ازاي بقى؟ هتشوفوني طبعا، مش معقول هسيبكم. انا عندي شويه مدخرات، هعمل شركه سياحه وهنشتغل فيها كلنا. انا معيش فلوس، حد يدفع. حاضر حاضر. طبعا حاضر. فلوس فلوس فلوس. معانا طبعا اكيد. فلوس فلوس. بقول لك يا كبير، ما نجري. يا ريس معلش، خد الساعة دي خليها عندك لغاية ما نجيب لك بقية الفلوس. ده كلام يا باشا، ما يصحش يا باشا الكلام ده يا باشا. معلش خليها، هنجيب لك الفلوس بكرة. بالهنا والشفا يا باشا، ليلتكم زي الفل. مع ألف سلامة. أنت راجل جميل. ربنا يخليك يا باشا، اتفضل. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. اتفضل.
Ha 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 ha!